اهلا بحضراتكم من جديد كل مشاهدينا ومتابعي نهارك سعيد. الحقيقة احنا قدام فقرة النهاردة، يعني من الفقرات اللي هنسرح فيها مع بعض كتير ونتخيل فيها كتير ونعرف فيها معلومات جديدة الحقيقة، لانه احنا هنتكلم النهاردة عن اجدادنا من القدماء المصريين، ازاي كانوا بيتعاملوا مع صحة المرأة الحامل، ازاي كانوا بيتعاملوا مع المولود، ازاي كانوا بيقدروا يحددوا نوع الجنين، وازاي كمان كان هل او يعني خلينا نقول في صيغة سؤال بقى، هل كانوا بيقدروا يعرفوا لو في واحد او واحدة عندهم عقم، وهل كانوا بيساعدوا في علاج ده؟ هم وصلوا لايه في العلم؟ ده اللي هنعرفه تفاصيل اكتر طبعا هنعرفها النهارده مع ضيفي اللي منورني دكتور اسلام محمد سعيد، دكتور الارشاد السياحي وعضو المجلس الدولي للمتاحف. دكتور اسلام اهلا بيك يا فندم، منورنا. اهلا فندم، منورك، اهلا بيك. فقره شيقه الحقيقه، طبعا هنتكلم فيها عن اجدادنا بقى. طبعا. وصلوا لايه، الحاجات اللي احنا وصلنا لها بعد سنين كتيره قوي. اكيد. قول لي بقى، المصري القديم كان بيتعامل ازاي مع المرأة الحامل؟ طبعا في البدايه بسم الله الرحمن الرحيم لابد ان نؤكد ان حياه المصري القديم كانت ليها منظور مقارب بشكل كبير جدا من الارتباط او المكانه اللي بيحاول يعطيها للمراه، وكان بيرى ان المراه او الصوره النسائيه عموما بمثابه التعبير عن الحب والام والندابه، ثلاث جوانب مختلفين. الحب اللي هي بتثير دايما الرغبه بالنسبه له، والام اللي هي المنشأ او المصدر للحياة، والندابة كان بمثابة السيدة اللي بتبكي او بتسهر على وفاة المتوفي للعالم الاخر او للابدية. فكان منظور الثلاث جوانب دول هو رؤيته بالنسبة للصورة الانثوية في حياته. الحالة اللي هي متعلقة بمكانة المرأة لديه كان لها المكانة المرموقة اللي مكنها من تولي ادوار مختلفة بمختلف المهن وخلافه، ولكن كطبيعة البشر أكيد كان في ميزان ممكن يبقى إنسانيات، يبقى في جوانب شوية يبقى فيها كره فيها حب وخلافه. صحيح. إلا أن النقطة الأساسية كان بيرى لابد يبقى صحة المرأة هي النطاق الأساسي لاستمرار كل المعاني اللي هو رآها فيها. لأن صحة المرأة الجيدة معناها طفل بالفعل ذو صحة جيدة. بالفعل، يعني هي كانت بتقوم بدورين، هتبقى زوجة وأم بعد كده في المستقبل. فالفئتين دول كان بالنسبة له أنا مش هتجوز واحدة بس لإعجابي بيها أو اللي هي هتأدي دور من الإيه الثلاث رؤى اللي أنا ذكرتهم في البداية، لا ده هي هتقوم بالدور الثاني اللي هي فكرة الأم. فكان حرصه الشديد على الاهتمام بصحتها بصورة كبيرة، وكانت رغبته الأساسية أو مختلف بقى العناصر أو النصائح والإرشادات اللي هو يتزوج في بداية شبابه. وكان حتى عندنا أشهر المقولات للحكيم آني بيحفز إحدى أبنائه بيذكر إن هو احرص على أن تتزوج وأنت شاب وتنجب عدد كبير من الأبناء، لأن عدد أو كثرة عدد الأبناء يساعد على ارتفاع مكانتك، باعتبار ان انت هتقدر بعدد كثرة عيالك او ابنائك. من نفس المحمل دوت فابتدى يبقى دايما الرغبة الاساسية للزواج هي انجاب الابناء. ومن هنا بقى ابتدى يحرص ان السيدة اللي هيتم اختيارها لانجاب الابناء لازم تكون صحتها جيدة. طبعا. هنا بقى حصل لنا تفاصيل كتيرة اسطول التفاصيل. اذا كمان هو ربط الاطفال، وبالتالي يعني منبعها من عند ونشأتهم من عند الام بالمكانة الاجتماعية للشخص نفسه. طبعا، على اعتبار ان هو كان بيحرص او بيفضل برضه كطبيعه ازليه من المجتمع المصري بيحب يجيب الذكور مش الاناث. فده اللي برضه ودانا لتفاصيل مختلفه، ان بقى عنده تلهف يعرف نوع الجنين. هل فعلا المصري القديم كان بيقدر يحدد نوع الجنين اذا كان ذكر او انثى؟ هي البدايه قبل من كده هناخدهم بالتسلسل. فكره زي ما حضرتك ذكرت لو هي عندها مشكله صحيه ما بتخلفش اللي هو العقم مجازا، ده كان بيبقى عايز ان هو يتاكد حصل لها تزوجت بس في مشكله في تاخر الحمل. طب احنا عايزين نتاكد من المشهد دوت، فابتدت يحصل اشبه بدراسه للفكره دي. طبعا الكلام اللي انا اذكره ده والتفاصيل دي كلها مذكوره في مختلف البرديات المصريه، سواء او بالاخص عندنا هم يعني ممكن عدد برديات طبيه كتيره جدا، بس اللي تناولوا جوانب الحمل والولاده وامراض النساء كانت برديه اللاهون او كهون، وعندنا برديه برلين وفي برديه ايبرس. يمكن دول اللي هم يعني اهتموا اكتر بفكره امراض النساء عموما او الجوانب بتاعه الرعايه الصحيه ليها.
ولو نظرنا للنقطة اللي أنا بتحدث فيها عشان يعرفوا إن السيدة عندها عقم مجازا أو هي تقدر تخلف بشكل طبيعي، كانوا في تكست كده في البردية بيتحدث إن هو كان بيقول للسيدة تحاول هي تستخدم الثوم وتضعه في العضو التناسلي بتاعها لمدة يوم كامل من بالليل للنهار، ولما بتصحى تاني يوم في حالة إن هو وجد إن رائحة فمها واصله لها الثوم بالتحديد، يبقى كده هتولد بشكل طبيعي. لو ما لقاهاش في رائحه للثوم مجازا، يبقى كده ايه، مش هتولد بشكل طبيعي، يعني عندها مشكله صحيه وهتستمر المشكله دي، يعني عندها عقم. فدي كانت البدايه. وهنا لما جينا ندرس التفصيل والتحليل للتكست ده، خدنا ان هنا ان هو اشبه ان توصل لوجود قنوات او مسالك ما بين فكره العضو التناسلي والجهاز الهضمي العلوي. فما فيش اي عوائق هنا، بدليل ان هي وصل لها الرائحه، يبقى كده الست دي هتخلف، ما عندهاش مشكله. الاجهزه الجسميه الحيويه يعني بتعمل بكفاءه. يعني ده احنا بنوضح ان هو متقدم، يعني تقدم بشكل كبير جدا في دراسه الايه، الهيكل الداخلي للجسم. قدر يفهم المدلول دوت، وده كان سابق عصره مجازا. بالاضافه الى ذلك، لو هي ثبت ان صالحه ان هي تقدر تخلف، بيبتدي زي ما لسه حضرتك ذاكر ان هو بيبقى يتلهف، عايز يجيب ابناء كتير، وعايز يعرف ان كان الولاد ذكور ولا اناث. كان بيبقى عنده حته زي ما بنقول كده مثلا، اللي هي بيرغب اكتر زي طبيعه الحياه الحديثه ان يخلف اولاد ذكور. فكان بيلجأ برضه، وذكرت في احدى البرديات برضه الطبيه خلطه ان هو يحاول يتاكد ان كان المولود ذكر ولا انثى. ان هنا ودي مهمه جدا وليها تفاصيل، يعني حتى الان الدراسات الحديثه بتقول هو ازاي قدر يتوصل للفكره دي. ان كان بيحاول يجيب نبات القمح والشعير، ويضيف عليهم البول بتاع السيده اللي هي المفروض حامل. ده على مدار 4 ايام بالتحديد. في حاله ان تم نماء الشعير، يبقى اذا السيده هتبقى بتنجب ايه، مولود ذكر، او هي حامل كده في مولود ذكر. وفي حاله ان القمح هو اللي نما، يبقى هي حامل في ايه، في مولود انثى او بنت. في حاله الاثنين نموا بالتحديد في نفس التوقيت، هيبقى توأم بالفعل. في حاله عدم نماء الشعير او القمح، يصبح هنا الامر اشبه بان هو ايه، لا تنجب. كده مفيش انجاب برضه. يعني دي كانت مدلول اخر بيأكد له ان في مشكله عندها. طيب يا ترى الدراسه بالتحليل دوت، هل في اي ذكر ليه اختار النباتين دول؟ وخصائصهم ايه، الامر بتاعهم؟ طبعا خدناهم من الناحيه اللغويه. دخلنا على فكره التعبير عن الحاله بتاعت واحنا درسناهم بقى، لكن هو ما قالش ليه اختار دول. لا يعني لقينا اللفظ الشعري اللي هي جيت. واحدى الالفاظ لذكر الاب برضه بتنطق جيت، بس باختلاف المخصصات بقى في الهيروغليفي يعني، او اللغه المصريه القديمه. فلقينا ان نفس الكلمه متشابهه، فابتدينا نربط هنا ان هو ربط الشعير بالذكوره. تمام، بما ان هم نفس الكلمه. نقيس على كده ان كلمه القمح بالتحديد كان بيعملها معامله المخصص المؤنث. فلذلك ربطها بالانثى برضه. ولكن حتى الان لم يتوصل ان هو ازاي بقى عنده القدره ان يفهم التحليل، ان ده ممكن يبقى اشاره ليه او الاخر. يعني هو فاهم تحليل وتشريح جسم الانسان، وفاهم ايضا في النباتات وازاي قدر يربط علم وحديثا النباتات لما اتعمل تجارب على فكره الإنسان. حديثا في الطب الحديث، وجابوا نفس الحاله دي، ثبت ان 40% من الحالات اللي فعلا بتبقى بتحمل، لو هم اجروا تجربه البول بتاع الانثى على الشعير والقمح. ده حديثا كمان، يعني التجارب اللي بتحصل دي كلها من موروثات الحضارات القديمه، وبالاخص الحضاره المصريه. ده انا هنا ان كده اثبت او عرف ان السيده ممكن تخلف ذكر او انثى. طيب نكمل بقى المسار. يعني يا ترى بعد من كده ايه المراحل اللي ممكن نمر بيها؟ في عندنا تفاصيل كتيره اخرى، سواء هتتعلق بالطفل او هتتعلق بيها هي اثناء الحمل. هي كده حملت. طيب دلوقتي مده الحمل دي برضو دراسة كاملة. عندنا تكستين او نصين بيرجعوا للعصر الروماني بالتحديد، لقيناهم في معبد دندرة، وفي ذكر ليهم برضو في معبد إسنا. الاثنين بيتحدثوا عن ان مدة الحمل كانت 10 شهور مش 9. دي غريبة بالنسبة لنا طبعا. يعني المنظر اللي قدامنا ده مثلا تسلسل لعلامة المسي او المس، اللي هي انجاب الولد. بص الولد هو على الاكثر علامة يمين، نازل من الرأس بأذرعته من اسفل والدته بالتحديد. فلو رجعنا تاني للنقطه بتاعه الحمل، ان لقوا المده 10 شهور. فقال لك الدراسه يا ترى ايه الحكمه ان هو يطول مده الولاده كده؟ فابتدى الامر يصل ان ربما
الارتباط كان متعلق بايه؟ بالتقويم القمري، لان هو كان بيعمل الشهور القمريه 28 يوم وبيحسب الشهر الناقص ان هو شهر طبيعي معاه، فده اللي خلى المده كانها مطوله بعدها. طيب السؤال برضو المهم، انت متخيل حضرتك انا ماشي بمراحل كاني بقيس على سيده في العصر الراهن بتمر بمشاكل في الحمل، بتروح تتابع مع طبيب استشاري عشان يقول لها طبيعه الجنين الدنيا تمام ولا ما كانش بقى فيه ولا سونار ولا الكلام ده، كان هو الطبيب المختص يقدر يحدد ويشخص ايه احنا ذكرنا السونار اهو اللي هو فكره ايه طبيعه الجنين ايه. طيب ماذا بعد؟ يا ترى ايه القصه بقى بتاعت مثلا عايز اقول ان الحمل ماشي كويس ولا الحمل فيه مشكله؟ يا ترى دي كانت برضو بتتم ازاي؟ دي ليها تفصيله ازاي ان بقى؟ كان بيتبين ان هو عندنا في بعض الخلطات برضو اللي ظهرت في بعض البرديات الطبيه اللي يشوف من خلالها طبيعه العضو التناسلي ليها، لو كان في اختلاف في لونه تمام عن اللون الطبيعي يبقى كده دي هتعاني من اجهاض. طب انت بتعرف ده ازاي؟ ان بيحاول يدلك صدرها وذراعاتها الاثنين بشحم زيت نقي، ده طبقا لذكر البرديه بالدقه دي. فبعدها بيشوف تاني يوم طبيعه العضو التناسلي بتاعه، لو لونه اتغير وخد لون الجلد الخارجي غير لونه الطبيعي يبقى دي هتعاني من اجهاض. طب لو لقى ان العضو التناسلي نشط والدنيا تمام سليمه يبقى كده الايه الحمل منتظم والدنيا تمام. طب لو لقاه راكد يعني مفيش اي تغير في اي شيء بعد دهن الزيت دوت، هيعرف ان الحمل هيتاخر. انت متخيل حضرتك التفصيله الدقيقه لمتابعه مع طبيب استشاري زي ما بيحصل في العصر الراهن، مفيش اي اختلاف. طبعا دلوقتي بنشوف اجهزه بقى تكنولوجيه ويشوف هنا ويشوف هنا والدنيا كأن المصري دي بادوات ممكن تبان ان بدايات. احنا شفنا عنده يعني برضو وصل لزراعه الاسنان ووصل لحاجات في حاجه جاي لها خطيره جدا. يعني يمكن هحاول ان انا اتطرق كده او ابعد شويه واوصل للمواليد، ولكن في تفاصيل بس هنحاول لذكر حضرتك. هو بالمناسبه المصري القديم كان بيقدس الحياه الزوجيه من طبعا زوجه واحده ولا كان عنده برضو فكره التعدد؟ طبعا يعني كان المفروض ان هي بتبقى زوجه واحده، يعني ده في الشائع بس تطرق الامر لاثنين لحد ما وصل لسته كمان وابعد من كده ببعض الحالات. ده انا هنا ان ممكن مش الملوك، ده عامه الشعب. الملوك طبعا الامر بيتجاوز بشكل كبير جدا. طبعًا يعني رمسيس 2 تجاوز اكتر من ما يقرب من 200 ست يعني وخلف ما يقرب من 155 او 160 طفل مثلا بين ذكور واناث. ولكن العامه على حسب تيسر الحاله الاقتصاديه بتاعته. فكان بيبقى امراه واحده تكفي، ممكن يبقى في اثنين. وانا بس السؤال ده على اساس انه حبه للانجاب فممكن ما يكتفيش بزوجه واحده طبعا. عايز اذا كان يعني متيسر، لان ده سؤال خطير على فكره وده اللي هو العاده اللي ما زالت منتشره في الارياف والصعيد عندنا اللي هو يبقى عزوه ونسل كتير. ايه فكره الخلفه الكتير دي برضو راجعه للارث المصري القديم، ان كان بالنسبه له هو لما بيتخلف الولد هو ما بيحتاجش. سبحان الله تعالى قال لنا المال والبنون زينة بالظبط يعني سبحان الله. بس بيبقى في الانسان مخلوق يعني بيحب الحاجات دي. بس طبعا تنظيم النسل دلوقتي على الحاله الاقتصاديه الموضوع بقى مختلف. طب بالمناسبه بقى، هل كان عندهم برضو تنظيم للنسل؟ طبعا كانوا بيستخدموا وسائل وحاجات. طبعا من نفس الذكر هي نقطتين. النقطه اللي انا بتحدث فيها دلوقتي ان هو كان بيحرص ان ممكن يخلف عيال كتير. ليه؟ لان هم ما فيش نفقات عليهم. هو بيقعد 3 سنين رضاعه، بعد من كده الاكل بتاعه بسيط يعني بردي على بعض النباتات المائيه البسيطه بيغليها له او يسلقوها له او يشوها له وياكلها فقط. الولد ولا بيبقى لابس رداء ولا لابس حذاء، يعني الدنيا سهله، فما فيش تكلفه عليه، فبيجيبوا عيال كتير عادي جدا. وبرضه نظرا ان حيلهم بيشتغلوا بالظبط، وممكن كمان بيتوفوا. يعني في السنه الاولى دي بيبقى للاسف بيتعرضوا لاصابه الامراض بمختلف انماطها بقى. يعني بنسبه من 20 ل 50 مثلا طبقا لبعض الدراسات وفيات كانت بتحصل في السنه الاولى الاطفال في مصر القديمه. ولكن ده ما يمنعش ان هو حرص بصوره او اخرى على الفكره اللي احنا ممكن نذكرها كبند اخر او منه البند اللي احنا ذكرناه اللي هي تنظيم النسل في الشق المتعلق سواء منع الحمل، حبوب منع زي ما احنا بنقول دلوقتي حبوب منع الحمل. كان في وسائل لمنع الحمل في مصر القديمه بالنسبه للست
مش للراجل. اذا كانت حالتها الصحيه لا تسمح طبعا مثلا بالانجاب، او هي مش حابه تخلف، آه. في عمليه الاجهاض، بس دي ما كانش بيلجأ ليها غير في 4 تفاصيل بس في البرديات اتذكرت. انما كتير من الحالات بتاعت والخلطات الخاصه بمنع الحمل كانت موجوده. يعني بالنسبه للرجل كان طبعا في فكره الوقي الذكري، ده كان موجود. لو تطرقنا للنقطه الحديث عن الابناء، ونقطه خطيره جدا من الامراض لو احنا ذكرنا اللي كانت بتبقى مشكله، ودي هفاجئ بيها حضرتك بقى، التسنين. يا ترى علاج التسنين اللي بيعاني منه اغلب العناصر او فكره الفئات في المجتمع دلوقتي، بنلجأ لاطباء وبيبقى ارهاق كبير جدا في تربيه الابناء. المصري القديم ممكن تتخيل حضرتك يكون عمل خلطه ايه تساعد على علاج التسنين؟ والتسنين طبعا معروف مشاكله يعني، وهي السنه بتشق وبتنزل وبتتكون اصلا، فالطفل بيعاني من سخونه ومشاكل كتيره يعني عايز اقول لحضرتك توصل. هفاجئ حضرتك والساده المشاهدين. ايه بقى؟ الفيران. الفيران؟ كان بيتعامل ازاي يعني؟ ياكل الفار هو الطفل ووالدته، طبعا مش هتصدق، مستحيل تتوقع دي. ياكل الفار هو ووالدته، فيتعالج من عنده مشاكل التسنين. وعظام الفيران بعدها يتم ربطها في قماشه من الكتان بعدد 7 عقدات وتتعلق في رقبته. طبعا لما درسنا فكره الفيران او القوارض في مصر القديمه، تبين لنا اللي كان لها ادوار كتيره جدا علاجيه. هي مش عشان فكره انها قوارض فاسنانها قويه لا، يعني هي مش رمزيه. يعني الامر في البدايه خدنا المحمل ممكن تبقى رمزيه لحاجه مش يعني منطقيه، بما انها قوارض فاسنانها قويه فتساعد على ان السنان تبقى قويه. اكتشفنا ان اشتغلت في امراض الروماتيزم، امراض لو بتتكلم معالجه الجلد المشعر، استخدمت كدهان، يعني هي استخدمت كعظام الفيران، العظام بتاعتها ودهان، يعني جلديه ولما جينا والمفاجاه بقى ان لو مكتوب في البرديه، طب تعالى شوف في البقايا اللي ممكن في الجهاز الهضمي، لقينا ان في بعض المومياوات للاطفال من عصور ما قبل التاريخ موجود في بقاياها بعض العظام، في بقايا الجهاز الهضمي بعض العظام لحيوان قوارض يعني لفيران. ولما جينا استكملنا الدراسات لقينا لك من القرن ال16 للقرن ال20 كان بيتم استخدام الفيران، سواء بقى غلي العظام او الدهون بتاعتها، في علاج بقى عندك المشاكل المجرى البول او السعال الديكي اللي هو البرد اللي بيحصل فيه ايه الشهيق بيبقى عالي. فدي كانت مفاجأة كبيرة جدا ان من ضمن خلطات معالجة التسنين للاطفال اللي هو كان مشكلة كبيرة جدا في الفترة دي، نهينا طبعا عن امراض كتيره كانت ممكن تبقى بتصيب الابناء في الفتره اللي هي بتاعه الرضاعه او ما بعدها، ودي كانت بتحتاج منه جهد ورعايه صحيه كبيره جدا. هو المصري القديم عرف تعرف على كل الامراض اللي كانت موجوده في عصره وفي زمنه، وقدر انه يجد علاجات مختلفه تساعد في يعني علاج هذه الامراض. بالفعل انا حتى قلنا انه ركب اطراف صناعيه. طبعا عمل عمليات زراعه الاسنان اللي احنا بنعملها دلوقتي، بس طبعا بشكل يعني مختلف شويه، بدائي شويه. كل ما حضرتك تتخيل من جوانب مختلفه، لان دي حياه انسان تعامل مع البيئه الطبيعيه بمختلف جوانبها. طبعا ربنا اداله الهام كبير، ان هو مش مجرد تعامل، هو يعني كان يتمتع بالذكاء، الهام الهي. وطبعا ان هو ازاي يعرف ان النبات دوت فيه خاصيه، يعني مثلا على سبيل الذكر برضه فكره البكا الكثير للابناء، عشاو باللغه المصريه القديمه، كان بيعالجوا ازاي؟ استخدم نبات الخشخاش كمخدر، بيحاول ان هو يتناوله الطفل بالتحديد، يقلل من فكره الصراخ وفكره النزعه اللي عنده. ممكن دي تبقى نزعه هو فطريا بيعيط بيبكي، او ممكن يكون هو بيمر بالام في بعض اجزاء جسمه فبتخليه ان هو مش عارف يعبر ازاي عن الامه، البكا بيبقى عالي. فابتكر دي كمان، يعني تفاصيل كتير، عمل مسكنات طبعا كمان طبعا، واكيد كان بيستخدمها في اشياء اخرى، يعني في تسكين بعض الامراض الاخرى للكبار كمان والعمليات. بالفعل. هو موضوع كبير، احنا محتاجين نتكلم فيه وقت اكتر، بس للاسف الوقت بتاعنا يعني خلص وجري بسرعه. فانا بشكرك شكرا جزيلا دكتور اسلام محمد سعيد، دكتور الارشاد السياحي بالمعهد العالي للدراسات النوعيه وعضو المجلس الدولي للمتاحف. الف شكر يا فندم، نورتني. شكرا لحضرتك. شكرا.